الممرضات يشيلوني من سرير لسرير، كنت أقول في خاطري خايفة ومرعوبة. بعدين زي شيء مسح على صدري إن لا ارتاحي، الله موجود، الله حولي. كلهم كانوا الدكاترة يطلعون ومسوين حالة، لدرجة إني أنا جاني خوف أصرخ وأقول تكفون لا تخلوني لحالي لا تخلوني لحالي. بعدين قلت لا، الله موجود الله موجود. السكينة الهدوء. وين بروح لله. الله من أحن منه، من أحن منه، من أكرم منه، من ألطف منه. استشعر الأسماء اللي فيها لطف، اللي فيها رعاية، اللي فيها عناية. القصة ثانية عشان ما أطول عليكم. زوجة عمي الله يمدها إن شاء الله بالصحة والعافية ويعطيها إن شاء الله العمر المديد حتى تقوم بعيالها وتربيتهم. طبعا هي تزوجت زوجها الأول، قعدت معه 16 سنة ما أنجبت. بعدين تزوجت الثاني، قعدت معه فترة طويلة ما أنجبت. بعدين تزوجت الثالث اللي هو عمي، وجابت عيالها ورا بعض في عمر كبير من العمر، يعني ما هي صغيرة، كانت يعني يمكن في نهاية 40 كذا، وجابت أولادها ورا بعض. بعد ما جابت أولادها صابها سرطان الثدي، بدأ يمشي فترة، بعدين بدأ تدخل مراحل خطيرة، بعدين وصل إلى البطن، بعدين وصل إلى الأمعاء، تنومت في المستشفى. كانوا الناس كلهم يدعوا لها بالشفاء، إن الله يشفيها ويرد لعيالها. سبحان الله، حتى ما نجزم إن المرض ممكن المرض هذا يكون تطهير ورفع لله عندك، حتى لو وصلت لآخر مراحل التعب. جاء كان يزورها ولد عمي اللي هو ولد زوجها، وكان يعني يكلم الدكاترة ويقول حالتها يعني حرجة، من عيالها يعني في عمر صغار، مو في الوحدة البنت في المتوسط، الولدين 2 في الابتدائي، إن حالتها حرجة وإنها يعني يدعوا لها بالرحمة وزي كذا. وكان ولد عمي هذا يكلم أهله والناس يعني إحنا اللي حولنا إنها يعني حالتها حرجة وإن الله يلطف فيها ويشفيها وفي العناية المركزة تحت التلطيف. سبحان الله، وش صارت المفارقة اللي لحد الآن لو أقولها العالم كله ما حد يصدق فيها، لكن صدقوا في كرم الله. الله يقول وما قدر الله حق قدره. قامت من العناية المركزة سليمة ما كأن فيها ولا شيء، بفضل من الله، وردها لعيالها ما شاء الله وبينهم. يعني لدرجة وصل ولد عمي هذا اللي كان عندها ومتعجز صار عليه حادث توفى، وهو في شبابه وكان يجهز البيت ومعمر وما كان فيه ولا شيء. لكن سبحان الله، المرض مهما بلغ حالته عمره في حياته ما كان دليل على النهاية. ممكن تطيح لين تطيح، لكن تقومك الله مرة ثانية وتحيا مرة ثانية وتعيش مرة ثانية. فلا تجزعون من لطف الله ومن فضله. والثاني عشان الحمل، واحدة من جاراتي لها 20 سنة والله ما خلت دكتور في الأردن ولا خلت دكتور في راحت للرياض ولا الأردن، وراحت سافرت لمصر سوت تلقيح صناعي كذا مرة، ما خلت مكان. جت عند واحد دكتور معروف هنا في مكة، قالت دكتور أنا خسرت يعني لو الفلوس هذه خسرتها عشان الله ربي يرزقني بحمل، وكان ذا مرة سويت تلقيح صناعي وما يثبت ويطيح. قال وانت الدكتور يقول لها وانت تعتقدين ان احنا نقدر نخلق ذبابة؟ والله حتى جناح الذبابة ما نقدر نخلقه، احنا نحاول، اذا ربي ما كتب لك ما كتب لك. انسي من الاستغفار. يقول لك هذه حالة تجيني هنا في المستشفى، فضل الاستغفار، يا ان الله يسخر لها الطريق، يا يدلها على طريق يعني الدكتور الشاطر، او يدلها على يثبت الحمل التلقيح الصناعي. تقول طلعت من عنده حين قال الزم الاستغفار، كأني أول مرة أسمع، مع أنها هي معلمة، كأني أول مرة أسمع. تقول لزمت الاستغفار، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله يخلي لها بنتها ويحفظها لها، رزقها الله ببنت. تقول خلال 3 شهور وأنا خلال 20 سنة أركب من مستشفى لمستشفى، الدكتور من دكتور، وصرفت يعني الألاف في هذا حمل يسطح وهذا دكتور يعني حطم نفسيتي لكن الحين لجأت إلى باب الله، عطاه الله من دون تكلف. وأنا والله حبيت أدخل وأقول هالكلام وأنا ترددت فيه، يعني أشارك، لكن أنا لما أشوف الكومنتات ادعوا لأخوي بالشفاء، ادعوا لي بالذرية الصالحة، ادعوا لي إن الله يرزقني بكذا. لا تجزعون من الله، لا تجزعون من الله. إذا الله في الوقت هذا ينزل، الله في الوقت هذا ينزل،
ويقول أنت تخيلي ملك الملوك يفتح لك بابه، يقول يلا من يبغى وش تبين، حتى لو تأخرت الدعوات ما عليه، ما عليه تتأخر، لكن الله يعدك لشيء أنت تعلم به وبس. ما شاء الله عليك. يعني شوف سبحان الله، يحاولون يجبرون خواطر الناس. واحد في الكومنت جالس يشوف هذا شوية يطلع يبادر عشان بس يجبر بخواطر الناس، هذه أجرها كبير يا أم وليد عند الله. أي والله أنا لما أشوف كلام يدعو، كلام الناس يقولون ادعوا، لا تيأسون ولا تقول للناس ادعوا. وحدة والله كنت أتابعها بلوجر فلسطينية طلعت لي قبل رمضان الأنعام، يمكن أغلب الناس اللي بس ما بيشوفونها، كان صار ولدها الوحيد صار عليه حادث. طبعا هنا في نظام المستشفيات تنوم ظروفها المادية، تنومت في يعني أسوأ مستشفى في جدة، كان ولدها واصل لأسوأ مراحل تكسر في العجوم الجموف والعظام وتعبان، وحالته حالة ولدها الوحيد اللي هي متعلقة فيه تقول درجة تركت العالم كلها عشانه. سبحان الله. هي طبعا كانت تسوي تاتو اللي هو الوشم، يمكن أغلب الناس شافوها. والله يا أخوي إبراهيم إنها كانت طول رمضان تدعي تستغفر وتجي تزوره، وسخر لها الله يعني من الناس، لأنها كانت دائما تناشد في سناب. خرجوه من المستشفى كان فيه لأنه مو بسعودي، ونقلوه المستشفى أفضل أهلي على حسابه في جدة، معروف بعد في جدة، وتحسن الولد. هي عملت عمل ثاني بعد إنها اللي ما عاد سوت، أعلنت توبتها من الرسم هذا اللي حق إزالة الحواجب، وقالت لا أنا إزالة لوجه الله من دون فلوس، اللي تبي تسوي إزالة أنا أزيلها. سبحان الله اللي أحيا ولدها. أنا كنت أراقب، كنت أتوقع إنه يعني سبحان الله، قلت يمكن سبحان الله في أي وقت تطلع وتقول، مع إن كلنا ندعي إن الله يشفي ولدها ويقوم أهلها، لأنها كانت مرة تصارخ وتحس إنها جازعة، إن لو يموت ولدي أنا بموت وراه وأنا ما أبغى أعيش هنا. تقوله أحيا الله ولدها، أخرج ولدها من المستشفى، وما شاء الله تبارك الله سوت له حفلة كبيرة لا تجزعوا من باب الكريم اللي تنزل إلى السماء الدنيا. ما شاء الله. والله ما دخلت إلا أقول هالكلام، وأنا يعني عارفة إن كل عنده قصة وكل عنده حكاية، لكن اسأل الله حتى لو إنك جالس وتفكر في الموضوع، يا رب كذا، يا ربي الموضوع الفلاني، يا ربي الشيء الفلاني، يا ربي الريالين، والله الريالين إني أدورها أقول يا ربي بس الريالين، وجابها الله لي ريالين. أبسط الأشياء حتى ملح طعامك اسألها الله. كلنا معرضين للمرض، اليوم اللي بعافية بكرة مريض، بكرة كلنا معرضين لحوادث الدنيا، وما حد سليم في هذه الحياة، لكن نجد خواطر بعد. أبدا. وشكرا يا أخوي إبراهيم. الله تنسوني من دعواتكم في الأيام الفضيلة هذه. الله يجبر خواطر كل مسلم ومسلمة في هالساعة يا رب العالمين. آمين. طيب تبغين بعض القصص مو كلها ننزلها لك في العام ولا هنا؟ اللي يعجبكم. أنا والله متفرجة في بثك ما شاء الله تبارك الله، وتعجب دائما إذا اشتغلت في يعني قمت في شغل البيت أشغل في اليوتيوب وأسمع قصصكم وقص الناس. الله يجبر خواطرهم جميعا. آمين. شكرا. لا أمان الله يا مريض. ما شاء الله عليك. الحمد لله. ترى ليه يعني في ناس يغسلون مواعين ويتابعونا، في ناس يمشون ويتابعونا، فضل الله. ويمكن شفتوا احيانا بعض السنابات الصور انزلها حقت المتابعين، انا في اللي في الكفي واللي مدري وين واللي، قسما بالله امي قبل يمكن فتره كذا كانت في الممشى، واحده تمشي وشغل اللايف حقنا. هذا حقي، ذا ولدي حق لك لانك مبدع، عشان كذا لازم نتابع. لا انا اقول لك يعني لا جد هذه ما فيها مجامله والله. يكنسون البيت ابو عبد الله وذا ويسمعون ترى عشان يعيشون الوقت. عشان كذا انجزت وهذه النتائج اكيد. شكرا عبد الله.